السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قبل اي حاجة نصلي على الرسول ونقول اللهم صل وسلم وزيد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. معايا طماطم متقطعة شرايح كده، ومعايا الفلفل الالوان ومتقطع شرايح، وبصل متقطع شرايح، وكوباية من الزبادي، ودبس الرمان، وعصير من الليمون، ومعايا خل وتوم. جبت اللحمه ديت كده من عند الجزار، على حسب القطعه اللي انت عايزاها، بس الاحسن ان انت عشان الوصفه اللي انا هعملها دي جايباها موزه. الموزه حلوه جدا عشان تستوي معايا بسرعه، علشان انا هعملها شوي في الكيس الحراري. تمام. انا مقطعه البصل كده شرايح او جوليان، تقطيع رفيع جدا. وهحطها كمان، احط عليه الطماطم وفلفل الوان او فلفل اخضر. لو انت مش عايزه الفلفل الالوان ممكن نستغنى عنه، ممكن نحط الفلفل الاخضر بس. وكمان اللي حسيت ان البوله صغيره فانا قلتها في بوله اكبر. وكمان هحط عليه عصير ليمون كده، كوبايه، معلقه كبيره او معلقتين، وكوبايه من الزبادي. وهحط معلقتين كبار من الخل. الخل هيساعدني على التسوية، وانا كده بتبل التتبيلة دي كده من قبلها بيوم، علشان خاطر تقعد كده في التتبيلة وتشرب من التتبيلة. لو انت ما عندكيش وقت ان انت تحطيها قبلها بيوم، ممكن تعمليها 3-4 ساعات من قبلها. الدبس الرمان ده مزازة حلو جدا، ما اقدرش استغنى عنه الصراحة في الشوي. فحطيت كده معلقتين كبار، وهحط كمان تاني. هحس كده ان هو محتاج، فاروح حاطه معلقه كبيره من الثوم. وهحط بقى التوابل بتاعتي، مش هكتر فيها. هنحط مع بعض كده معلقه كبيره من الملح، رشه من الفلفل الاسود، توم بودر، وبصل بودر. من كل حاجه كده معلقه صغيره، ومعلقه كبيره من او اقل شويه من من البابريكا. بس عايزه تحطي شطه حطي، عايزه تحطي فلفل حامي حطي، دي حاجه ترجع لك. بس هي دي التتبيله، يبقى ملح وفلفل اسود، توم باودر، بصل باودر، وبابريكا، وليمون وخل، وبس كده. هحطها بقى كده على اللحمه. طبعا انا غسلاها حلو وشطفها حلو جدا، وهشيلها في التتبيله دي كده لغايه تاني يوم. انا هحطها في كيس حراري، عشان انا هسويها في الكيس الحراري، فهكمرها كده من بالليل في الكيس الحراري كده، وهشيلها فيه. متنسوش بقى لايك وشير وسبسكرايب للقناه، وكومنت منكم بجد بيسعدني. لا اله الا انت سبحان ان كنت من الظالمين. ريحتها كانت خطيره، وبقى بعد التسويه كانت بجد حلوه. والخلطه اللي انا عاملاها لها دي كانت بقى تتاكل كده بالعيش، فكانت حلوه قوي. فيديو عميق كده شويه، وفيه حاجات كتيره، وفيه اصناف كتير، بس ان شاء الله يعجبكم. بس ما تجروش الفيديو. فاهمين؟ فاهمين. عشان اللي هيجري الفيديو هعرفه وهزعل منه. بس هربطها كده، وهحطها في صينيه وعلى التلاجة عدل تحت الفريزر، علشان بقى ايه تشرب من التتبيله حلوه قوي. تاني حاجه معايا هتبل الكفته دي كفته كده لحمه كندوز عادي. هتبلها كده بتتبيله برضو بسيطه. تمام. هاخد بشره بصل، وحط عليه معلقه صغيره من الملح عشان ما تملحش مني. وهاخد التفل بتاعها. تمام. هاخد التفل بس، مش هاخد الميه، فبعصرها جامد جدا من الميه، واخد التفل بس. دي بصلايه كبيره، او يعني اقل من كبيره بحاجه بسيطه، متوسطه الحجم يعني، على نص كيلو بس. تمام. حط الملح حسب الرغبه.
فلفل اسود، توم باودر رشه بسيطه، بصل باودر، دي معلقه من البهارات اللحمه، ربع معلقه، ما جاتش معلقه كمان. احط معلقه كبيره من البيكنج باودر او كربونات الصوديوم، دي بتديني هشاشه كده للكفته، بتعمل لي تفريغه كده، بتدي طراوه. تمام. هقول بقى ايه، يعني ادعك فيها كده لغايه ما الانسجه بتاعتها تفتل كده معايا وتبقى حلوه، وهحطها في التلاجة برضو لغايه تاني يوم خلصت منها. صحيت الصبح بقى هعمل بقى ايه، خلطه المحشي. معايا 2 كيلو من الرز كده، حطيت عليها خضره، وحطيت عليها 3 4 بصلات كبار. مش 3 4 بصلات كبار يا جماعه، والله ده كان اكتر من كده بكتير. بشرهم في الكبه، ضربهم في الكبه، ومعلقه كبيره من الثوم، والخضره طبعا كزبره وشبت وبقدونس. بعمل خلطه ايه، بعمل خلطه الممبار، بحب اعملها ني في ني كده، وهحط عليها برطمان الصلصه ده، بتبقى حلوه جدا، وبتبقى مختلفه في الطعم عن التخديعه العاديه بتاعه المحشي يعني. تقريبا عملتها معاكم قبل كده، فقلت برضو ايه اديكوا فكره عنها تاني عشان اللي ما شافهاش. الزيت طبعا، والملح والفلفل والكمون والكزبره، ولو عندك نعناع تحطي، يا سلام يا سلام. التوابل مش كتير، بس هي علشان ايه، انا حاطه 2 كيلو رز، فانتوا ممكن تكونوا شايفينها كتير، لكن هي مش كتير ولا حاجه، دي كان على الشعره مظبوطه. بس قلبت بقى المكونات بتاعتي مع بعض، حسيت ان هي عايزه زيت، فحطيت لها شويه من الزيت، وطبعا زيت يكون نضيف يستحسن عشان ما يديش ريحه وحشه. هحشي بقى الممبار بتاعي كده على طول، طبعا منضفاه بالدقيق والليمون والملح، ما اقولكوش بقى، يعني قعدت فيه يوم بحاله كده في نظافه الممبار ده. لا اله الا انت سبحانك ان كنت من الظالمين. حط اللايك بقى واكتبي كومنت، بجد كده بيسعدني، علشان لما بشوف كومنتاتكم ببتسم يعني، فاهمين. حطيت بقى الشوربه الميه بتاعه الممبار على النار، هحط بصلايه، وهحط طماطمايه، يعني ابهر الشوربه بتاعتي، علشان مش خاطر ان انا هسلق ممبار يبقى ما احطش حاجه، لا هحط ملح وفلفل وطماطمايه وبصلايه بس، وانزل من الممبار على طول، تكون الشوربه بتغلي بتاعتي. جبت بقى كمان الورق العنب، طبعا انا بفرزه، بلفه بورق فويل. بصوا مش باين قدامكم، انا بلفه بورق فويل كده زي البونبوني، بحط الورق كده برصه، وبروح برماه برمي جامد من هنا ومن هنا، واقفل عليه، واروح شايلاه في الفريزر، اطلعه من الفريزر على الميه عدل، الميه تكون بتغلي، واروح جاريه على الفريزر اجيبه، ما اسيبهوش يفك، فاهمين. فاروح حاطه على رشه كمون، واروح نازله على طول بالورق العنب، يفك جوه الميه، ما يفكش بره الميه، بيبقى حلو قوي. والتفريزه ديت بتعجبني احسن من اي تفريزه تانية. في اللي كانوا بيشيلوه مسلوق، الصراحه لا خالص، ما بيعجبنيش، هو دي احسن طريقه. هاخده بقى من الميه السخنه، هحطه تحت الميه الساقعه علشان خاطر اوقف عمليه التسويه بتاعته. هعمل بقى كده ارضيه للحله بتاعه المحشي، بصلايه مبشوره وطماطمايه، وعلى واحده فلفلايه كده رومي عشان نشم الروايح الجميله، واحط ملح وفلفل وبس. تمام. وهدعكم بس كده وشم الريحه بقى، وهحشي على كده، واحط ايه، هحشي بقى على طول، واحط الورق بتاعي في الرص. طبعا انا اديتهم الممبار بقى، الحبايب يحشوا بقى معايا،
اخواتي وكده بيحشوا معايا، فانا برضو هحشي كده كام واحد صباع ورق عنب، وهديهم برضو هم يكملوا عقبال ما اخلص بقيه الاكل. كان يوم ما اقولكوش، بس الحمد لله عدى على خير. الورقه بحط الرز كده في النص، واقفل من اليمين والشمال، واكمل لف للاخر، اقفل يمين وشمال والف وابرم، مش زي الكرنب ان انا بسيبه مفتح من الجناب. بس كده، ايد هنا وايد هنا، وعشان نخلص على طول. انا كنت واقفه من الساعه 11 الصبح كده، فكان يوم عميق. بصلتين كده مبشورين، وحطيت عليهم نص كيلو من اللحمه. هعصج اللحمه دي معايا على طول، رشه من الفلفل الاسود. حتى انتوا يعني عارفين ان انا ما بحبش الملح ان انا احطه في اول التعصيج، بس يعني من كتر الصربعه حطيته. يلا، ملح وفلفل اسود ورشه بسيطه من جوز الطيب، بتدي تست عالي جوز الطيب في التعصيج، وبتدي في اكلات كده معينه بتبقى حلوه قوي. جبت معايا بقى ايه الطرب دوت، المنديل الطرب اللي هو بتجيبيه من عند الجزار. بتروحي تقولي له انا عايزه منديل الطرب اللي هو الدهن بتاع الخروف، تمام. هو بيبقى عارفه، بتروحي تقولي له عايزه منديل الطرب او عايزه طرب. بص بقى، بنقطعه كده زي الكرنب، سيبيه يفك خالص من الفريزر، ما اجيش جنبه عشان ما يتقطعش، اسيبه يفك براحته. واي تكتلات زي اللي انا بقطعها دي اشيلها واستغنى عنها، مش هرميها بس هستغنى عنها عشان اعرف الف. وهقطع بقى كده الورق زي الكرنب بالظبط. هديله رشه من التبهيره، يعني ملح وفلفل اسود بس، حاجه بسيطه جدا. واللحمه اللي انا تبلتها من قبلها بيوم اللي هي الكفته يعني، هاخد منها بقى من ميه البصل وابل ايدي بس كده، وهعمل الكفته دي والفها بالطرب. كانت حلوه جدا، بس كانت ما اقولكوش بقى يعني، هي اكله من الحاجات الدسمه يعني، بس كانت حلوه وكانت طعمها بجد جميل. هلف البرمه واقطع بقى على حسب يا دوب بس الف اللفه بس كده، واقطع بالسكينه. عايزه اقطعها مكعبات صغيره، او يعني صباع صغير، تمام. عايزه اسيبها صباع كفته العادي اللي احنا عارفينه، تمام. انا هعملها صباع متوسط، على حسب يعني هتلاقوا كبير وهتلاقوا صغير على حسب المنديل القطعيه اللي انا قطعاها يعني. وهحطها في السياخ كده، واقطع بالسكينه واحط في السيخ. هحط بقى في السياخ كده على طول، وهاخد برضو عارفين لفة الصباع الورق العنب او لفة الكرنب، هو كده. تقطعي مربعات مربعات مربعات، وبعد كده تروحي حاطه اللحمه وتلفي، وبعد كده تحطيه في السياخ. ده الطرب حلو جدا، ومن الاكلات الحلوه يعني، تغيير. بس وهقطع بالسكينه، وده شكله معايا. خلصت الورق العنب، وطبعا حطيت عليه 3 4 يعني 3 ليمونات كده، مش نص الليمونه دي طبعا، وميه، والشوربه سخنه معايا وبس، وسقيته وحطيته على النار. هعمل ايه دلوقتي؟ هعمل صينيه الرقاق باللحمه المفرومه، معلقه كبيره من السمنه كده ورشه من الزيت علشان خاطر يتكتك معايا وما يلزقش مني. والشوربه بتاعتي سخنه جدا، وهنزل بيها على الرقاق واروح حطاه في الصينيه. الرقاق انا بحطه تحت شياطه كده، بيقعد بالنص ساعه على النار، نص ساعه من ناحيه والنص ساعه اقلبه، والناحيه التانية نص ساعه، فاهمين؟ على الشياطه، غير ان انت تفضلي واقفه عليه وتفضلي عينك قدامه يعني. لا، انا بحطه نص ساعه كده تحت الشياطه، وبسيبه براحته خالص. طبعا التكسير اللي انا عاملاه دوت، طبعا كل ده مش هيبان، فعلشان تاخدي ايه وضع الصينيه يعني.
بس هحط اللحمه بقى، وعلى حسب انت عايزه تخليها 6 ورقات، عايزه تخليها 8، دي حاجه ترجعلك. الباميه اللي انا كنت عاملاها ديت، جبت باميه كده خضره وقطعتها حلقات زي الخيار، بس تخينه شويه. معايا عندي شوربه هحطها تتسلق كده. في الباميه دي انا مقطعاها تمام، غسلاها ومنشفاها، وحطيتها تتسلق كده شويه على النار. هنعمل ايه؟ باميه ويكا. سبتها تبرد كمان بعد ما اتغلت في الشوربه، وحطيتها في الخلاط. هضربها ضربه ونص، ضربه ونص، تمام. دي الباميه الويكا بقى، دي باميه الصعايده وحاجه كده ما اقولكوش، خطيره. دي كانت بقى مش عايزه الخلاط، دي كانت عايزه المفراك. نقعد كده نجيب في المفرك كده بتاع الصعايده، الناس الصعايده بقى اللي عارفينه، هنجيبه كده ونقعد نفرك بايدينا لغايه ما الباميه تبقى معايا بالمنظر ده. برضو هعمل لها طشه عاديه جدا بالثوم والملح والكزبره، ويا سلام يا سلام بجد، خطيره. كانت محتاجه شويه شوربه، وهزود لها حبه شوربه. وهي دي الباميه الويكا، قطعتها حلقات زي الخيار وحطيتها في الشوربه، وبس كده. كده ضربتها ضربة ونص في الخلاط، وبعد كده الطشة. حلو الكلام، حلو الكلام. جبت الطاسة الجريل بتاعتي دي، وطبعا سخنة جدا، وحطيت عليها الطرب. الطرب طبعا طب ابططه يعني بايديا كده علشان يستوي معايا وياخد وضع بقى كده الجريل وكده. هفضل بقى اقلب فيه، وهينزل الدهون اللي فيه، طبعا ينزل الدهون اللي فيه، ويستوي معايا كده ويكون خلاص. الممبار زي ما انتوا شايفين ان هو اتحمر كمان، وخلصت كده. كان يوم ما اقولكوش، اكيد الفيديو باين عليه. لا اله الا انت سبحان ان كنت من الظالمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. قولوا له بقى، قولوا لي رايكم كده في في الطرب، او في تتبيله اللحمه اللي في الكيس الحراري، او اللحمه المشويه عامه. لان بقيه الوصفات تقريبا انا عملتها معاكم قبل كده، فمنتظره رايكم في الوصفات الجديده اللي انا عملتها معاكم. افضل بقى اقلب يمين وشمال لغايه ما يستوي معايا. وما اقولكوش على الريحه، كانت ضاني ضاني يعني. هو اصلا طرب ضاني، يعني هو المنديل ده بتاع الخروف، فلازم يبقى ضاني. بس لما تحط لها فحمايه بقى كده، مش هتحسي باي ريحه ضاني بكل امانه والله. اللي ما بيحبش الضاني وكده ياكلها، يعني ما يحسش بحاجه. عايزه اخد اللون الكفته المغمق كده، عشان خاطر المنديل يكون ساح خالص، واللحمه كمان تكون استوت معايا. بصوا اللون بقى كان خلاص كده، خلاص دخلت في التسويه. بس برضو مش عايزه اشيلها خالص لغايه ما تكمل سواها. بصوا طلعتها ما شاء الله، والرقاق كمان استوى معايا. وكمان كنت عامله طبق كده او حله صغيره من الكوسه عشان خاطر الاطفال اللي موجوده. والورق العنب استوى معايا كمان. وحان وقت الغرف. تحسوا ان انا كنت لسه بقى بعمل معاكم دلوقتي، فاهمين؟ لما صدقت ان انا خلاص بخلص الفيديو، فانا كده هرتاح. تحسوا ان انا واقفه على رجليا فعلا. لون الممبار كان حلو قوي. يا سيدي على الجمال. رشه بقى بسيطه من بقدونس او من كزبره، اي ماده يعني حاجه خضرة كده تكسر اللون معايا.
هشيل بقى الطرب من الخله من الطرب كده، عشان لما نيجي ناكل ما يضايقناش. وكمان هحط لها فحميه يا سيدي على الجمال. انتظروا بقى الفيديوهات الجايه، يا رب تنول اعجابكم وكل اللي ليه حبايب كده يضيفهم في القناه، عشان القناه بتاعتنا تكبر وتكون عيله كبيره باذن الله. ربنا يكبر بخاطركم يا رب. ايه الزلزال اللي بيحصل في كل فيديو ده؟ اكمرها بقى بالورق الفويل كده واسيبها لغايه ما اغرف بقيه الاكل. بصوا بقى اللحمه طلعت معايا ما شاء الله مستويه، والخلطه ما اقولكوش على طعمها خطيره. برضو هحط لها رشه بسيطه كده من مش رشه، مش عارفه ايه موضوع الرشه اللي انا عماله اقوله ده، فحمايه صغيره يعني، عشان تدي بقى طعم الشوي كده. لا اله الا انت سبحان ان كنت من الظالمين. هكمرها برضو كده وبس. هو ده الفيديو بتاعي النهارده، ويا رب ينول اعجابكم. جربوا الباميه الويكا، وجربوا الطرب، وجربوا اللحمه المشويه، وقولوا لي رايكم في الوصفات الجديده اللي انا قلتها لكم. يا رب ينول اعجابكم يا رب، ولايك وشير وسبسكرايب للقناه، وكومنت منكم بجد بيسعدني. بس خلاص كده، وادي ده الاكل بتاعنا النهارده. استنوا بس هوريكم بقى كده صباع كفته وانا بفتحه كده. بصوا الطراوه بتاعته هشه ازاي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي باي.